بس الجمهور الاهلي ومقاطعته للمباريات اللي طالع بيزايد عليها احمد شوبير او احمد ابو عريضه، والجمهور الابيض الجمهور المتخلف عقليا او القطيع الابيض اللي طالع يزايد على جمهور الاهلي، وطالعين يقولوا لك جمهور حفلات وجمهور مناسبات وما بتحضروش كده غير في المباريات اللي تستاهل، اما مباريات الدوري او المباريات التعبانه اللي هي ب3 بونت ما بتروحوش وما بتحضروش. طب انت شفت المعامله او التعاملات مع جمهور الاهلي بتبقى عامله ازاي؟ لا ما شفتش. في جمهور في الدنيا دي او في العالم ده كله بيدخل مدرج بدون ادوات تشجيع، في المقابل ان في جمهور هناك بيدخل بكامل ادوات تشجيعه، بيعمل التيفو اللي هو عاوزه. جمهور واخد راحته في المدرج بيدخل بالاعداد الكافيه، الاعداد اللي احنا بنشوفها ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك فرق شاسع، واكيد كله ملاحظ ده. على عكس الناحيه الثانيه الجمهور بيتعامل ازاي، وانا مش هقدر اقول لك الجمهور هناك بيتعامل ازاي، مش صعب والله عليا اقول لك الجمهور او المعامله هناك بتبقى عامله ازاي. فكابتن احمد ابو عريضه طلع يزايد على جمهور الاهلي ويقول لك ده ما بيحضروش الماتشات، مقاطعين الماتشات. يا كابتن انت شويه بتهاجم الجمهور وشويه بتطالب الجمهور انه يحضر. يا جماعه اللي مستغني عن ابنه يوديه يحضر، اللي مستغني عن اخوه الصغير يوديه يحضر، اللي مستغني عن نفسه حابب انه يروح يحضر ماتشات للاهلي بالاخص يروح يحضر. يا جماعه والموضوع بسيط وسهل، اللي مستغني عن نفسه حابب يروح يتفضل يروح، سهل قوي انك تحجز تذكره وسهل انك تدخل اي مباراه. في تخاذل واضح من اداره النادي الاهلي، تخاذل كبير من اداره النادي الاهلي بعدم دعم جمهور الاهلي في اي حاجه. اصل ما فيش جمهور في العالم بيدخل مدرج كده من غير ادوات تشجيع، من غير تيفو، من غير اي شكل في الملعب زي ما بنشوف جمهور الزمالك. يعني احنا ما بنطالبش بحاجه ما بتحصلش، او جمهور بيطالب بحاجه فوق طاقه المسؤولين. تمام، احنا بنطلب ان الجمهور يدخل بادواته، بيدخل بكامل ادواته التشجيعيه، لو في تيفو هيعملوا اي منظر يعمله، انما الكلام ده ما بيحصلش. فجمهور الاهلي هنا بيتعامل معامله، يعني والله العظيم معامله حرامي غسيل حرفيا. انت بتتعامل معامله حراميه في المدرج. فاللي طالع يزايد واللي طالع يزيد على جمهور الاهلي يحط جزمه قديمه في بقه وما يتكلمش على جمهور الاهلي، لان اكتر جمهور وقف مع النادي في الازمات هو جمهور الاهلي. ففكك بقى من الحبتين اللي انتوا عايزين تعملوهم وفككم من الشغل ده، عشان والله العظيم اوفى وانقى وانضف وارجى الجمهور في الكره المصريه بل في الكره الافريقيه والعالميه هو جمهور الاهلي. وكنت اتمنى المقاطعه تستمر حتى في مباراه القمه، حتى في سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا. ايه المشكله يعني؟ اصل انت مش هتروح تضحي بحياتك عشان ماتش كوره، او هتروح تخسر مستقبلك عشان ماتش كوره، وانتوا فاهمين كلامي كويس. مش محتاج ان انا اوضح ولا محتاج ان انا اقول ايه اللي بيحصل جوه المدرج. فاللي يا جماعه اخر حاجه بقولها، اللي عايز يضحي بنفسه، اللي عايز يضحي بابنه باخوه الصغير، يتفضل يحجز له تيكت ويتفرج على ماتشات الاهلي، عشان كابتن احمد ابو عريضه يكون مبسوط، وعلشان جمهور المرتزقه يكون مبسوط، والدنيا تبقى حلوه.